مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ 100 يوم تابنج النهارده هشتغل على معتقد ريليتد لبتاع المرة اللي فاتت. بيقول انه آه انا لو خدت منه فلوس الفلوس بتاعته هتقل. انا لسه مش سبب ان ربنا يبعت له رزق. نفس مرة واحدة بدخل في سبعة وبطلع في سبعة وبشوف انا مصدقة الى اي درجة ان انا لو خدت منه الفلوس بتاعته هتقل. ناخد مسؤوليتنا ونتابع مع بعض. برغم ان انا لو قبلت ان انا اخد منه فلوس هكون حمل عليه علشان هيبقى ما عندوش فلوس. بحب نفسي وأقبلها بدون قبول. برغم ان انا لو خدت منه فلوس هو هيحس وحش عشان فلوسه بتقل، وهيحس ان انا بضغط عليه وان هو كان ممكن يعمل حاجات اكتر من الفلوس دي احسن من انه يديها لي. بحب نفسي تماما وأقبلها. برغم ان انا حاسه ان انا لو خدت منه فلوس هو هيحس ان هو بيخسر، وانه كان ممكن يدي لنفسه حاجات اكتر بالفلوس دي. بحب نفسي تماما وأقبلها. انا مصدقه ان انا لو اخدت منه فلوس فده معناه خساره له. انا مصدقه ان هو هيتضايق وهو بيدفع فلوس كتير ليا عشان هو عنده بريوريتيز تانية كان المفروض يحط فيها الفلوس. من وجهة نظري طبعا كان المفروض يجيب لنفسه مثلا هدوم، كان المفروض يسافر ويتفسح. هو ليه مضطر انه يديني الفلوس دي؟ ما اي حد كان هينبسط بالفلوس بدل ما يديها. كان نفس تماما واقبلها بدون حاجة. رغم ان انا ما استحقش اخد منه، وان هو يستحق الفلوس اكتر مني طبعا عشان هو اللي اشتغل فيها وتعب وجاب. هل نفسي تماما واقبلها منها. انا شايفه ان انا ما استحقش الفلوس. بحب نفسي تماما واقبلها منها. برغم ان انا بربط الفلوس بالتعب والجهد والشغل والمجهود. الفلوس مش بتيجي بالساهل. بحب نفسي اقبلها بدون حدود. برغم ان انا شايفه ما فيش فلوس كفايه عشان يعمل اللي في عقله ويديني فلوس كتير. بحب نفسي اقبلها. برغم ان انا مختاره اصدق ان ما فيش فلوس كفايه عشان يعمل اللي هو عايزه ويديني الباقي. بحب نفسي تماما واقبلها. انا مختاره ان مفيش فلوس كفايه عشان يعمل اللي هو عايزه ويديني فلوس كتير. انا مقتنعه ان مفيش فلوس كفايه. انا بفترض ان الفلوس بتطلع من عقلي انا، فانا مقتنعه ان مفيش فلوس كفايه. هو طبعا الفلوس بتطلع من عقلي، فهيبقى مفيش فلوس كفايه. انا مقتنعه ان مفيش فلوس كفايه. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان انا ما اقدرش اشوف نفسي سبب رزق له. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان الطبيعي ان هو طالما بقى مسؤول عني فربنا هيديله رزق، بس انا مش مقتنعة بالقصة دي. بحب نفسي اقبلها بدون حدود. برغم ان انا مش مقتنعة بالقصة دي عشان ده ريليتد لاقتناع تاني. مفيش حاجة اسمها ربنا بيبعت الفلوس. الفلوس لازم لها سبب. بحب نفسي اقبلها بدون حدود. برغم مفيش حاجة اسمها ان ربنا هيبعت فلوس. بحب نفسي اقبلها بدون حدود. برغم مفيش حاجة اسمها ربنا هيبعت فلوس. بحب نفسي اقبلها بدون حدود. رغم ان مرات كتير جدا 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 في الماضي اتحطيت في زنقات وربنا بعت لي فلوس وما كنتش اعرف الفلوس دي بتيجي منين. بس كل ده ما اقنعنيش ان الوفرة بتيجي من عند ربنا. بحب نفسي تماما واقبلها بدون. انا مش مقتنعة ان في فلوس حلال ممكن تيجي من غير مصدر.
انا مش مختارة ان انا اصدق. انا مصرة على المعتقد اللي بيقول ان مفيش فلوس ومفيش زيادة ومفيش ليكي، هو مرتبه بيجيله هو، لكن انت لما تدخلي حياته انت هتدخلي عشان تقسميه في رزق ربنا له هو، لكن انت مالكيش رزق لنفسك. ساب نفسي تماما واقبلها بدون حب، برغم ان انا مش عارفة ايه الحلو في اني عايشة وانا مصدقة ان انا ماليش رزق، وان انا هقاسم بابايا في رزقه وهقاسم شريك حياتي، انا باخد من حد. ساب نفسي واقبلها بدون حب، برغم ان انا مش عارفة ايه الحلو في ان ما يبقاش ليا رزق من عند ربنا، رغم ان ربنا قال انه بيرزقه برزقي انا. ساب نفسي واقبلها بدون حب. هو ايه الحلو اني ابقى مصرة ان انا اخد منه هو بدل ما اخد من ربنا؟ الفكرة اللي بتقول ان انا باخد منه فبنقص فلوسه، تساعدني ازاي اكتفي؟ ايه الحلو اني ارفض ادراك المعتقد اللي بيقول ان الزواج بيوسع الرزق؟ ليه بيوسع الرزق؟ عشان ربنا بيحط له فلوسي معاه. انا الان بختار اغير طريقتي في التفكير، بختار احب نفسي تماما واقبلها بدون. انا الان بختار الوفاء، وبختار اغير المصدر، بدل ما ابقى مصدقه ومقتنعه اني باخد منه، بختار ان انا اخد من ربنا، بختار احب نفسي تماما واقبلها بدون. انا الان بختار استقبال كل المعاني اللي وهي معايا تخليني شخص مصدق ان انا ليا رزق عند ربنا، وان شريك حياتي هو واحد من مسارات ربنا للرزق. بختار احب نفسي تماما واقبلها بدون خوف. انا بختار ان رزقي اللي ربنا بيبعتهولي من شريك حياتي يمر من خلال مسارات واسعة. اختار استقبل كل المعاني اللي وهي معايا، بدوب كل البلوكات اللي منع مسارات الاتاحة والرزق انها تفتح من خلالي، وبختار استقبل المعاني اللي وهي معايا. ان يكون البنت اللي رزقها واسع وشها حلو على جوزها. بختار احب نفسي تماما واقبلها بدون. انا الان بعمل اختيار جديد، بختار اني اسيب المعتقدات القديمة اللي بتقول ان انا داخلة حياته عشان اقسمه في مرتبه. بختار اني داخلة حياته عشان هو فلوسه تزيد لنفسه وليا، عشان انا رزقي واسع وربنا بيبعت لي جزء كبير من الرزق ده من خلاله. بختار احب نفسي تماما واقبلها بدون. نفس مرة واحدة، بدخل في سبعة بطلع في سبعة. بشوف الفكرة اللي بتقول لو خدت منه فلوس فلوسه هتقل. شوف باقي منها كام. لو أقل من ثلاثة بعيد السيشن بكرة الصبح، لو أكتر من ثلاثة بعيد السيشن دلوقتي. تصبحوا على خير.